معلومة فرقت معايا جدا لما عرفتها في الجزء الطبي، وهي ان الاطفال الذكور اثناء النمو الجنسي بتاعهم لو تعرضوا لبعض المشكلات الطبية ممكن تتعالج لحد 11 سنة. بعد كده ممكن يصابوا بعقم ليس له علاج. الحقيقة ان المعلومة دي حسستني ان المعلومة دي او غيرها في جزء كبير مهم جدا في المجال الطبي محتاج أخصائي التربية الجنسية إنه يتعلمها ويعرفها عشان يقدر يفيد ولي الأمر بطريقة جيدة وباحترافية. كمان في المجال النفسي ابتديت ألاقي إن إحنا في العيادة وإحنا بنعالج حالات الإدمان الجنسي إحنا بنرجع للمهارات اللي ما اتبنتش من الطفولة وبنرجع نبنيها. طب ما إحنا ليه ما نعملش أصلا ده من البداية ويبقى عندنا بناء لمهارات تساعد أبنائنا على الاتزان والتعامل بوعي مع الغريزة. نفس الفكرة في الجزء الديني، إحنا تعبنا من كتر كلامنا في عيب وحرام. حقيقي إن حتى معظم الولاد والبنات لما بيعملوا حاجة غلط هما بيبقوا عارفين ان هي اصلا حرام، فما بقاش كافي ان احنا نقول كلام نظري، لا احنا محتاجين نبني القيم بادوات جديده وبوعي جديد عشان نقدر نحوله لواقع في حياه اولادنا ونربطه بحياتهم اليوميه، فما بقاش الكلام نظري يتركن على جنب وهو بيقع في نفس الاخطاء كل يوم. كل ده احنا جمعناه لكم في دبلومه اعداد اخصائي تربيه جنسيه. أنا أمل عبد العزيز، أخصائي نفسي وعلاج إدمان، عضو الاتحاد العالمي للتربية الجنسية بلندن. هكون معاكم في دبلومة إعداد أخصائي تربية جنسية. التربية الجنسية مش مجرد توعية، دي بناء شخصية وبناء معتقدات وتعليمه إزاي يعرف ياخد قرار مناسب في الوقت المناسب. لو أنت مهتم ابدأ دلوقتي وسجل معانا في دبلومة إعداد أخصائي تربية جنسية وكون جزء من بناء جيل كامل بوعي.